استمرار حملات الإزالة في اسكندرية وتحديدا في سيدي جابر. زي ما حضراتكم شايفين احنا كده خلف محطة قطار سيدي جابر، مفيش أي باعة خالص موجودين في المكان. تم إزالة جميع الإشغالات اللي موجودة في سيدي جابر، ودلوقتي كمان هننزل من النفق عشان نشوف هل الباعة الجائلين اللي كانوا تحت النفق رجعوا مرة تانية ولا لأ، ونشوف كمان حتة النظافة اللي انتوا اتكلمتوا عليها قبل كده. شايفين مفيش اي باع خالص خلف قطار سيدي جابر، وما زالت المحلات اللي خلف قطار سيدي جابر مغلقه، وبيتم كده عمل اصلاحات وترميمات. مش عارفه بقى ايه الفكره من اغلاق المحلات دي. في ناس بتقول عشان المترو، ولكن المحلات دي خارج المحطه، والمترو بيكون في محطه سيدي جابر نفسها، فبعيد خالص عن المحلات. شايفين حتى المحلات اللي هنا كمان مغلقة. هننزل بقى من نفق عشان نشوف مع حضراتكم الباعة الجائلين اللي كانوا موجودين أسفل نفق سيدي جابر. طبعا في سقالات حديد، في حديد في كل المكان كده. احنا نازلين من نفق سيدي جابر عشان نشوف آخر التطورات اللي حصلت مع الباعة الجائلين. نزلنا بقى من نفق سيدي جابر ومتجهين. بصوا بقى مفيش اي باع جائلين خالص، والنفق كمان تم تنظيفه. بصوا الناس بتمشي براحتها. طبعا كانوا الباعة الجائلين كانوا فرشين لنص النفق بره، فدلوقتي بصوا النفق بقى واسع جدا وكل الناس ماشيه بقى براحتها. وخلاص بقى حته النظافه دي ما تقلقوش منها، النفق بقى نضيف تماما. زي ما حصل حملة مكثفة على إزالة كل الإشغالات في سيدي جابر، توقعوا بقى إنه يحصل في جميع مناطق اسكندرية وخصوصا المناطق العشوائية.